مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. تواصل ورود برقيات التهاني بعيد الاستغلال. مأدبة قضاء لعمال مؤسسات النظافه بالاقليم الاوسط بمناسبه الاستغلال. أنشطة فاعلة لحل مشكلة مياه الشرب النقية في نقفة. زعيما الكوريتين يلتقيان في قمة مفاجئة. بوتين وأبي يبحثان اتفاق سلام لحل خلاف حول جزر الكوريل. إضراب سائق الشاحنات في البرازيل رغم إرسال قوات الجيش. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث رئيس ساحل العاج وملك هولندا ورئيس اليونان وسريلانكا ببرقيات تهنئة بالذكرى 27 للاستغلال. وقد بعث رئيس ساحل العاج ألاسان واتاري وملك هولندا ميليم ألكسندر ورئيس اليونان بروكوبيوس بابيلوبولوس ورئيس سريلانكا مايسر يابالا سيريسينا ببرقيات تهنئة باسمهم وشعبهم، متمنين لفخامة الرئيس إسياس أفورقي بموفور الصحة وللشعب الإريتري السلام والازدهار. وأكد الرؤساء على الرغبة والاستعداد للدفع بعلاقات بلادهم مع إريتريا في كافة المجالات. احتفل الإريتريون المقيمون في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأوكلاند الأمريكية بالذكرى 27 للاستغلال. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي بصوت الزميل قاسم أحمد. وفي الاحتفال الذي نظم في العاصمة السودانية الخرطوم شارك فيه عدد من المواطنين المقيمين هناك والدبلوماسيين وممثلي مجلس الصداقة العالمية للشعوب ومجلس الصداقة الإريترية السودانية. ألقى مسؤول الشؤون الشعبية بالسودان السيد إسماعيل موسى كلمة أوضح فيها تميز احتفال هذا العام نتيجة لمسيرة التنمية التي خاضها الشعب الإريتري لضمان التحرر الاقتصادي من جهة، وأنشطة التصدي المنتظمة لعكس صورة إريتريا الحقيقية والتأكيد على سيادة القانون. من جانبه قال مسؤول الجالية الإريترية بالسودان السيد أدوناي بروخ بعد أن شكر معدي ومقدمي البرنامج، قال أن الجالية تعمل لتقوية الوحدة وتمتين أواصر الترابط بين المواطنين للمساهمة بما يطلب منهم في البرامج التنموية الوطنية. وأفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين في القضارف احتفلوا بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة. في غضون ذلك احتفل الإريتريون في جنوب السودان بعيد الاستقلال ببراقة، ويعكس الاحتفال البهيج الذي شارك فيه حوالي 1500 مواطن في العاصمة جوبا التجمع الوطني وحب الإريتريون لوطنهم واستقلالهم. كما وزعت في المناسبة جوائز للمساهمين والفائزين في الأنشطة الجارية لبراقة المناسبة. وقال سفير إريتريا في جمهورية جنوب السودان السيد يوهانس تخلى ميكائيل أن 24 من مايو تذكرنا لحماية السيادة الوطنية والاستقلال الذي تحقق بخوض نضال مرير وطويل، وتجدد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. وأفادت المعلومات الواردة بأن الإريتريين المقيمين في كاليفورنيا احتفلوا 24 من مايو يوم الاستقلال، وتم الاعتراف باستقلال إريتريا رسميا، ورفرف العلم الإريتري في قصر ساكرامنتو الرئاسي ورفرف العلم الإريتري في قصر ساكرامنتو الرئاسي وسانا كلارا وسان خوزي بمناسبة عيد استقلال البلاد. واحتفل الإريتريون المقيمون في مدينة توبيغان الألمانية وضواحيها بالذكرى 27 للاستقلال بحفاوة كبيرة، وقد حضر مراسم التجمع الوطني الذي شهد برامج ثقافية رائعة العديد من الأسر. وأشاد المشاركون بالمساهمين الذين أبدعوا في إنجاح فعاليات المناسبة الجليلة، مؤكدين جاهزيتهم لتقديم كل ما يطلب منهم لإنجاح برامج التصدي والتنمية. وأشارت التقارير الواردة بأن الإريتريين المقيمين في لاس فيغاس الأمريكية احتفلوا بعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة وبما يليق وعظمة المناسبة. بمناسبة عيد الاستقلال لهذا العام، أقامت مالكة مطعم أبهاجري السيدة لتا برهان تخلي في 26 من مايو الجاري مأدبة قضاء لحوالي 700 من عمال النظافة والبستنة التابعين للإقليم الأوسط. وفي تلك المناسبة ذكرت السيدة لتا برهان في الكلمة التي ألقتها
بأن جهود وتفاني العمال من أجل أن تبقى مدينة أسمرة متمتعة بنظافة دائمة تستحق الإشادة، موضحة بتنظيم هذه المؤدبة تشجيعا لهم. وقال العمال بعد أن شكروا مناسبة المائدة بأن نظافة المدينة تعكس التحضر وأنها أساس صحة المجتمع ومثال يحتذى به كل مواطن، مناشدين المواطنين على تحمل المسؤولية بهذا الصدد. من جانبه أوضح مسؤول النظافة والبيئة في إدارة الإقليم الأوسط السيد حسن صالح بأن مبادرة السيد لتا برهان تعكس القيم الإريترية وتدفع بتشجيع العمال على إنجاز أعمالهم بفعالية واهتمام بالغين. تجرى أنشطة فاعلة في مدينة نخفة من أجل حل مشكلة مياه الشرب النقية بتعاون إدارة المديرية والشركاء وكذلك بمشاركة كبيرة من الشعب والمواطنين. وقال مدير مديرية نخفة السيد يعقوب إدريس بأن المشروع يضم حفر مصادر المياه وبناء خزان مياه يسع ل 150 برميل ومدء أنابيب المياه لمسافة 3 كيلومترات وكذلك صيانة الطريق من مدينة نخفة إلى وادي وقريب. وشكر السيد يعقوب السكان عامة ومالك السيارات خاصة لمشاركتهم الفاعلة في العمل، مذكرا بضرورة الاستمرار حتى إنجاز المشروع. وأكد السكان بأن المشروع الذي بدأ في نهاية شهر فبراير عام 2018 على وشك الانتهاء، مؤكدين على مواصلة جهدهم لإنهاء الأعمال المتبقية. تم إدخال برنامج الإصلاح البيئي الأهلي في 190 قرية في إقليم عنسبة، وذلك من أجل الجهود الرامية إلى نظافة البيئة وضمان صحة المجتمع. وذكر أعضاء وحدة الإصلاح البيئي بالإقليم لوكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن البرنامج الذي تم إدخاله هو استمرار الأنشطة المتواصلة لدرء الأمراض المعدية، شاكرين السكان لجهودهم في التعاون بهذا الصدد. وأضاف الخبراء بأنه في شهر أبريل المنصرم فقط تم إدخال برنامج الإصلاح البيئي في 30 قرية، مما يعكس الجهود المبذولة من أجل إنجاح هذا البرنامج، منوهين الأهالي والأسر بالتشاور مع الخبراء المعنيين من أجل إنشاء دورات المياه الصحية. وفي نفس الصدد قام سكان ضاحية الوربية بمديرية فرو بإدخال برنامج الإصلاح البيئي في المنطقة عقب ندوة أجريت بهذا الصدد. ودعا مدير مديرية فرو سيد عثمان عرفة باقي الضواحي إلى أن تسير على خطى المديرية، منوها بأن أغلب مديريات الضواحي أصبحت ضمن إطار البرنامج. كما ذكر مدير الصحة البيئية بوزارة الصحة الدكتور زموي ألم بأن وجود مجتمع صحي يتطلب الالتزام بضمان صحة البيئة، مشيرا إلى أن الأنشطة الجارية في صحة البيئة تسجل نتائج مثمرة. وأكد على أن وزارة الصحة تقوم بمتابعة مكثفة من أجل توسيع البرنامج. يذكر بأن إدارة ضاحية الوروبية يقطب بها حوالي 400 من السكان الذين يعيشون على مزاولة الزراعة والرعي، وقد أدخلت بها خدمات التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى خدمات المواصلات. عقدت شرطة الإقليم الجنوبي سيمينارا لطلاب المرحلة الثانوية في مديرية الدخالة حول السلامة المرورية ومكافحة الجريمة. وأوضح مسؤول شرطة المرور بالإقليم الجنوبي الرائد هابت قبرو أن عدم توخي الحذر يسبب في خسائر الأرواح والممتلكات، داعيا السائقين والطلاب للحذر في تحركاتهم. وقال أن عدم منح الأولوية للمشاة وعدم احترام شارة المرور والقيادة أثناء تناول الكحول من أسباب حوادث السائقين. وعدم الاستخدام الجيد للطريق والذهاب وسط الطريق وإرسال الأطفال إلى المدرسة دون راع وركوب الدراجات وغيرها من أسباب حوادث المشاة. من جانبه أوضح مسؤول مكافحة الجريمة في الإقليم الجنوبي الرائد ولد زولي أن الاحترام المتبادل والتحلي بالسلوك الحميد من قيم المجتمع السمحة التي يتوجب نقلها عبر الأجيال، مشيرا إلى أن عدم معرفة القانون لا يجنب المساءلة القانونية. وناشد الطلاب للحيطة من الجريمة وترقية معرفتهم بالقانون. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في الكريملين سبل التوصل إلى اتفاق سلام لم يوقع حتى الآن بين البلدين بسبب الخلاف حول جزر الكوريل. ولم تتمكن اليابان وروسيا من التوصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى توقيع اتفاق سلام بسبب جزر الكوريل البركانية التي تعتبر رسميا قسما من منطقة ساخالين الروسية،
إلا أن اليابان تطالب بها. وبحث بوتين وأبي أيضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية، حيث ذكر رئيس الوزراء الياباني إن الأكثر أهمية هو المضي نحو نزع الأسلحة النووية بشكل كامل في كوريا الشمالية كخيار لا يمكن العودة عنه. وذكر بوتين بأنهما بحثا تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين روسيا واليابان، مشيرا إلى المصلحة المتبادلة للطرفين في تعزيز العلاقات. استمر احتجاج سائق الشاحنات في البرازيل بشأن أسعار الديزل لليوم السادس على التوالي، والذي ألحق الضرر بإمدادات الوقود والمواد الغذائية والأدوية، رغم إصدار الرئيس ميشيل تامر أوامر للجيش بفتح الطرق المغلقة. وأعلنت المدن الرئيسية حالة الطوارئ في الوقت الذي نفذ فيه الوقود من محطات البنزين والمطارات في شتى أنحاء البرازيل، كما خلت المتاجر العملاقة من السلع. وقالت المستشفيات أن إمداداتها قد نفذت. وتقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد، كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية بشكل كبير. وقالت الحكومة أن عمليات إغلاق الطرق الرئيسية في البلاد قد قلت، إلا أن الكيان الرئيسي الذي يمثل سائق الشاحنات في البرازيل إبكام قال أنه متمسك بموقفه بعدم إلقاء الاحتجاجات إلا إذا ألقت السلطات الضرائب الاتحادية على الديزل. أبهرت فرقة موسيقية فرنسية المشاهدين في الصين من خلال عرض استثنائي على حبال معلقة على ارتفاع 1400 متر عن سطح الأرض. وقدمت فرقة هولي دوز عرضا سماويا مذهلا بين مرتفعات جبل تاينمن في منتزه الغابات الوطني تشانغياجي بوسط الصين يوم الجمعة. وقد عزف 6 فنانين على آلات موسيقية بينما كانوا يسيرون على أحبال مشدودة في الهواء. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.